توالت ردود الأفعال الإسرائيلية حيال قرار إلغاء اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل. ففي أول رد فعل له أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قطع الغاز يأتي نتيجة خلاف تجاري، وأضاف نتنياهو أنه لدى بلاده حقول غاز تعطيها استقلالية كاملة في مجال الطاقة. بينما اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن الصفقة ليست جزءا من اتفاق السلام، ولكنها صفقة اقتصادية وإلغائها بشكل أحادي مؤشر لا يبشر بالخير. بنيامين بن أليعازر عضو الكنيست قال إن إلغاء الاتفاقية مؤشر آخر على أن الصراع بين مصر وإسرائيل وارد. وطالب رئيس المعارضة الإسرائيلية شاول موفاز برد قوي من واشنطن راعية اتفاق كامب ديفيد، بينما توعدت إسرائيل في صحيفة يدعوت أحرنوت بحرب قضائية ضد مصر لعودة ضخ الغاز إليها. معاريف قالت إنه بموجب اتفاقية السلام فإن مصر ملتزمة بتوريد الغاز بالكميات التي تطلبها إسرائيل لعدة سنوات. قواتنا المسلحة لا تريد الاعتداء على أحد، ولكنها ستكسر يد من يحاول الاعتداء على مصر أو الاقتراب من حدودها. تأكيدات خرجت على لسان المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على هامش المرحلة الرئيسية من المناورة مصر 7 التي جرت في سيناء. المشير أكد كذلك على أن الجيش لن يدخر جهدا في الدفاع عن حدود مصر الملتهبة وخاصة الشمال الشرقي، وأشار إلى أن القوات المسلحة لا تتدخل في السياسة، لكنها ستقف ضد من يحاول العبث بمقدرات هذا الوطن العظيم من الداخل. في إطار خطة التدريب السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، شهد المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمناورة التكتيكية بالذخيرة الحية نصر 7 التي تنفذها إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني في سيناء، والتي استمرت لعدة أيام ضمن احتفالات مصر والقوات المسلحة في الذكرى 30 لتحرير سيناء. بدأت المرحلة بقيام القوات الجوية بتنفيذ طلعات استطلاع ومعاونة لدعم أعمال قتال القوات وتدمير الاحتياطيات المعادية بمساندة المدفعية ذات القوة النيرانية المباشرة وغير المباشرة، وإبرار عناصر من القوات الخاصة للاستيلاء على خط حيوي في عمق دفاعات العدو وتأمينه وتدمير مركز قيادة للعدو. وفي الوقت نفسه قامت القوات المهاجمة بدفع المفارز الميكانيكية والمدرعة لتطوير الهجوم واختراق دفاعات العدو وتدميره بمعاونة الطائرات الهليكوبتر المسلح وعناصر المخطوفات الموجهة المضادة للدبابات، وتحقيق الاتصال مع عناصر الإبرار على الخط الحيوي وتأمينه والتعزيز عليه، واستعادة الكفاءة القتالية للقوات للعمل كاحتياطي أسلحة مشتركة للمستوى الأعلى واستكمال تنفيذ باقي المهام. ظهر خلال المرحلة مدى الدقة في التعامل مع الأهداف الميدانية وإصابتها من الثبات والحركة وما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية. وفي نهاية المرحلة أدار المشير طنطاوي حوارا مع عدد من القادة والضباط المشاركين في التدريب، وأكد أن الدفاع عن الوطن والحفاظ على شرعيته وأمنه القومي مهمة وطنية لا تهاون فيها، وأن القوات المسلحة ستظل دائما الدرع الواقي والحصن الأمين لهذا الشعب العظيم الذي لم يبخل عن دعمها طوال مراحل تاريخها المجيد، وأن القوات المسلحة ستظل تعمل على الوفاء بالمهمة المقدسة التي ألقيت على عاتقها، وأن ولاءها الوحيد للشعب المصري العظيم دون النظر إلى التوجهات والانتماءات. وهنأ المشير طنطاوي الشعب المصري بالذكرى 30 لتحرير سيناء الغالية، كما هنأ عمال مصر وطلبهم بالمزيد من العمل والإنتاج وتجنب الاعتصامات الفئوية للعبور بمصر إلى بر الأمان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها. حضر المرحلة الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى وشيوخ قبائل سيناء، وعدد من طلبة الجامعات. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 30 لتحرير سيناء، يؤكد رجال الجيش الثاني الميداني ما وصلوا إليه من كفاءة واستعداد قتالي عالي من خلال تنفيذهم للمناورة التكتيكية بالذخيرة الحية نصر 7، رافعين شعار النصر أو الشهادة من أجل حماية وصون تراب هذا الوطن. من أرض المشروع، محمود يوسف، التلفزيون المصري.